السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد وفيديو شرح جديد. النهاردة هنشرح بإذن الله حدث الجينجا، واللي هو حدث لو انت ما تعرفوش يعني حدث بتاعت لعيبة البرازيل. وهقول لك ازاي تجيب 400 توكن ترقية تصنيف و2000 جوهرة ولاعب 117. فهقول لك ازاي تجيبهم مجانا واشرح لك الحدث بالتفاصيل. فقبل ما نبدأ كده ما تنساش تحط لي لايك واشتراك، وتقول لي في الكومنتات رأيك في الفيديو وأفكار تانية أعملها يعني، وأنا هرد على كل الكومنتات وهشوفها. فمن غير كلام كتير يلا نشرح الحدث. أول حاجة كده نجيب الحدث جينجا. هو الحدث دوت حدث البرازيل. الحدث دوت انت المفروض تلحقه كده قبل ما يروح، الحدث ما بيطولش. اول ما بتخش بتلاقي الواجهه ديت قدامك في انتقال لتصريح النجم. في تسريح نجم في الحدث تعرف تشحنه لو انت بتشحن مثلا. والله انا بص معرفش، في اهو هاخد منه حاجات واقول لكم ازاي تلعبوا في تسريح النجم دوت وتجيبوا الصوره ديت. جينجا ديت صوره حلوه و100 ترقيه تصنيف وبتاع. هقول لكم كل حاجه. اول حاجه في الواجهه اللي قدامك ديت بتبصوا هتلاقي احصل على تذكرة اللي هي معمول عليها صح. اول حاجة ما بتخش بيجيلك احصل على تذكرة جينجا مجانية ديت، انت بتاخدها كده بتخش تدوس مجانية كده وبتفتحها بتجيلك. تاني حاجة انت بتلعب مثلا لعبة المهارة ديت وبيجيلك فيها كارتين ونقط تصريح. عشان تاخدها وتفتح تجيب ترقية تصنيف وكده. وهنلعب لعبة المهارة ونقول لكم تعملوا ايه بالتوكن. واقول لكم بالكروت اللي انتوا بتجمعوها من البتاع ديت اهو، واللي هي المجانية والمهارة ديت هقول لكم تعملوا ايه بالكروت ديت. وناخد اللي هي الكروت اللي هنجيبها وناخد نقاط تصريح النجم وكده. انت دلوقتي انا بقى معايا تذكرتين معمولين فوق كده على الشمال. التذكارات ديت انت بتلعب مثلا تلعب مباراة، لو فزت بالمباراة بتاخد 2 فوز، ومهام كده بتعملها بتاخد نقاط كتيرة. ممكن مثلا تلعب هجوم تنافسي، لو فزت هتاخد 7 نقاط جينجا وهتاخد حاجات كده. ممكن تلعب وجها لوجه تاخد 10 لو فزت نقاط تصريح كده. المباراة ديت بتكون قدام ذكاء اصطناعي. فدولت اللي انت بتاخدهم. انا مش هعرف العب دلوقتي عشان الشبكة عندي مش حلوة، مش راضية تنفع، فبدل ما اخسر حاجات. فاول حاجة انت لما بتلعب لم يتأهل ديت، اول ما بتلعب ماتش وتكسبه بتاخد 500 نقلة تدريب. بعد كده بقى مش عارف انت بتاخد قسيمة للسحب، وبتاخد 100 نقطة ترقية تصنيف و2000 جوهرة ديت في الاخر خالص لما تكون افضل 10%. هقول لكم بالتفصيل كمان شوية على الحوار ده. دخلنا بقى ازاي اجيب مثلا لبس الجينجا واجيب طقم 400 ترقية تصنيف وباللاعب برناتو سيلفا 117 وال2000 جوهرة وكل الحاجات ديت. انت لما بتخش اكمل مباراة جينجا واحدة ديت، انت لما بتخش وبتلعب مباراة واحدة بالكارت وتكسبها تالي بتكسبها يعني، فبتاخد البتاع ديت الجواهر مجاني. التانية اكمل 10 مباريات جينجا، لما بتكمل 10 مباريات بتاخد كارتين بتركين درافت. لما بتكمل 7 مباريات بتاخد الطعم، ولما بتكمل 15 مباراة بتاخد 500 ترقية تصنيف. بس بقى انت بعد ما بتكمل 15 مباراة بتاخد برناتو سيلفا مجاني. وخلي بالك انت لازم تلحق الحدث دوت على طول عشان مش باقي كتير في الحدث. وديت اللعيبة يعني اللي نازلة في البتاع الحدث دوت. ممكن مثلا اللعبة تخليه مش يعني هو نزل مرة واحدة مش هينزل تاني. يعني ايه اللي انا بقوله؟ اللي هو ممكن ما تنزلش دفعة تانية. الكلام دوت مش موثوق فيه، بس صندوق جينجا يتابع. هو ممكن ينزل، بس برضو خلي بالك يعني انت العب كده وخلص بسرعة المطوشة علشان ممكن ينزل يعني ايه حدث بشكل تاني مش نفس الحدث دوت. فانت تلعب المطوشة وتحاول تكسب كده وتلم الحاجة
وهو كده شرح الحدث باختصار، يا رب أكون وضحت لكم. فأنت ما تنساش تحط اللايك والاشتراك وتقول لي إيه رأيك يعني، وتكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك على طول ومن غير كلام كتير. يلا سلام.